في تطور صادم كشفت صحيفة لوباريزيون أن النيابة العامة في نانتير طالبت بإحالة النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان إلى المحكمة الجنائية في مقاطعة أودوسين بتهمة الاغتصاب. القضية تعود إلى فبراير 2023 حيث اتهمت شابة فرنسية اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها داخل منزله في باريس. النيابة العامة أصدرت مذكرة اتهام نهائية تؤكد أن الملف يتضمن معطيات كافية لبدء المحاكمة. وإذا ثبتت إدانة حكيمي فقد يواجه عقوبة تصل إلى 15 سنة سجنا. هذا التطور القضائي شكل صدمة لجمهور اللاعب الذي تابع مسيرته الرياضية الناجحة مع الأندية الكبرى والمنتخب المغربي. الأنظار تتجه الآن نحو المحكمة، حيث سيواجه حكيمي محاكمة قد تغير مسار حياته الرياضية والشخصية بشكل جذري. القضية تثير جدلا واسعا بين من يطالب بتطبيق القانون بصرامة، وآخرين يعتقدون في براءة